السلام عليكم. أنا طه، شاب عندي 27 سنة. أنا كنت شغال في مطعم من المطاعم المشهورة اللي كلكم عارفينها، والحمد لله كنت راضي بعيشتي. وكأي شاب كان عندي طموح وأحلام، عايز أجيب شقة، عايز أكون أسرة. أنا كانت ظروف شغلي بشتغل من الساعة 4 العصر لحد الساعة 2 بالليل، وكنت بروح في بيت أمي وأبويا في وسط البلد. وعلشان مواعيد شغلي كنت بخلص كل يوم بالليل، كان المواصلات بتتعبني شوية، لكن الحمد لله كنت بقضيها. كنت بضطر أركب مواصلة لحد رمسيس، هو ده اللي كان بيبقى موجود ساعتها. أنزل ميدان رمسيس وخدها مشي لحد وسط البلد وأروح البيت، وكل يوم من ده. حكايتي بدأت كل يوم بالليل أما باجي أمشي من ميدان رمسيس لحد وسط البلد. كنت بشوف راجل عجوز كبير في السن، هدومه كانت مبهدلة ومقطعة وقديمة قوي، بيبقى على طول قاعد نفس القعدة، قاعد باصص في الأرض وبيلم حاجة من الأرض، لكن أنا معرفش إيه بيلمه وما بشوفش بالظبط إيه. بيبقى ساعات بيقعد في أماكن مختلفة، لكن هي نفس القعدة. أنا جيت في يوم وربنا كرمني في اليوم ده بقشيش. أيوة، بقشيش كان كبير قوي، كنت فرحان بيه قوي، وقررت إن أنا أطلع جزء منه لله. وأول واحد جه في دماغي هو الراجل ده. فعلا أما خلصت شغلي وأنا مروح لقيته قاعد نفس القعدة. رحت عليه ولقيته حاطط راسه في الأرض وبيدور على الحاجة اللي هو بيلمها، اللي أنا معرفش إيه هي. وقلت له: يا عم الحاج، يا عم الحاج. رفع راسه وبصلي بعين بتبرق، وبص للفلوس وقال لي: أنا مش عايز فلوس، أنا مش عايز فلوس، أنا عايز نمل، أنا عايز نمل. أنا اتخضيت، اتفزعت، رحت واخد بعضي ومشيت على طول. لكن طول ما أنا ماشي عمال أفكر إيه قصة الراجل ده وإيه حكاية النمل، لحد ما روحت البيت ونمت. تاني يوم رحت الشغل عادي كأي يوم، لكن موضوع الراجل ده شاغل دماغي، شاغل تفكيري، وقررت إن أنا هروح له تاني الليلة دي. وفعلا خلصت الشغل ونزلت في ميدان رمسيس، وقعدت أبص يمين وشمال في الأماكن اللي هو بيقعد فيها لحد ما لقيته ورحت له. لكن وأنا رايح كنت متردد، أو بمعنى أصح كنت خايف من رد فعله، لحد أما لقيت نفسي قدامه وقاعد نفس القعدة. رحت ناديت له: يا عم الحاج، يا عم الحاج. وقبل ما يرفع راسه قلت له: أنا عايز أتكلم معاك، أنا عايز أعرف حكايتك
وإيه حكاية النمل دي؟ وراح رفع راسه وبصلي وقال لي: انت متأكد يا ابني اللي انت عايز تسمع حكايتي؟ عايز تعرف حكاية النمل ايه؟ بس خلي بالك، انت لو سمعت حكايتي وحكيتها لحد مش هتنام الليل، مش هتعرف تنام الليل. لو سمعت حكايتي اوعى تحكيها لحد. انا من غير ما افكر رديت عليه وقلت له: ايوه، انا عايز اسمع حكايتك، عايز اعرف كل حاجة عنك. بصلي وقال لي: كده؟ طب تعالى اقعد جنبي، هات كرتونة من اللي هناك دي عشان الارض هنا وسخة. وفعلا قعدت جنبه علشان اعرف الحكاية واسمع منه. اسمعني يا ابني، انا اسمي طلعت، انا كنت راجل غني، ايوه غني، عندي عقارات وعندي مصانع وعربيات وفلوس في البنك ما تعرفش تعدها. بس زي ما تقول كده انا ما كنتش براعي ربنا في اكل عيشي، وكنت طماع، وياما خربت بيوت ناس وجيت على ناس، لكن ما فيش حاجة بتدوم. وطمعي ده هو اللي وداني، او هو اللي عمل فيا كده. انا جيت على واحد في دقته في الوقت اللي كان محتاج فيه الفلوس بأي طريقة، واشتريت منه بيته بتراب الفلوس. كل ده علشان في ناس قالت لي ان بيته فيه كنز. ايوه يا ابني، اثار. وخدت منه البيت، وانا كده كنت فاكر اللي انا ضحكت عليه. تاني يوم جبت عمال علشان يحفروا ويطلعوا لي الآثار اللي فيه، لكن تاني يوم لقيت العمال اختفوا. ايوه اختفوا، حتى ما جوش ياخدوا مني اليومية بتاعتهم. جبت عمال جديدة، لكن تاني يوم واحد فيهم جالي وقال لي: احنا مش هنكمل في البيت ده، البيت ده فيه حاجات غريبة وبتحصل لنا حاجات غريبة، احنا ماشيين. لكن انا يا ابني ما كنتش مصدق في الحاجات دي. يعني ايه عفاريت؟ ويعني ايه حاجات غريبة؟ انا قلت اكيد في حد من اعدائي عايز يخوفني، اكيد حد عايز ياخد البيت ده مني. لكن طمعي وجبروتي خلوني اروح البيت ده بنفسي. ورحت وقفت في وسط البيت وبعلو صوتي قلت: انا هنا اهو، انا موجود، مين اللي هنا؟ لو في حد هنا غريب يطلع لي. وفجأة لقيت دخان غريب، دخان ابيض من غير ريحة حاوطني وطالع من كل مكان. كف ايدي يا ابني ما كنتش شايفه ولا شايف حاجة حواليا خالص. بعد كده شميت ريحة فظيعة غريبة، ريحة يا ابني ريحة عفن،
لكن أول مرة كنت أشمها وظهر لي من جوه الدخان الأبيض ده دخان تاني أسود، كان عمال يطلع ويتشكل على هيئة واحد وشايفه قدام عيني. وفجأة الدخان الأسود ده أو الظل اللي طلعلي ده كلمني وقال لي صوت خلى قلبي وجسمي كله يترعش. قال لي: انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت جيت وأذيتنا، احنا مش هنسيبك زي ما انت أذيتنا، لازم نأذيك. وضحك ضحكة يا ابني، انا مش عارف هي ضحكة ولا صرخة، لكن انا رديت عليه وقلت له: انا مش جاي اذي حد، انا معرفش مين هنا، انا جاي اخد حاجتي وامشي. رد عليا يا ابني وقال لي: انت مالكش حاجة هنا عندنا، دي حاجتنا وده بيتنا، انت لازم تمشي. وفي اللحظة دي يا ابني انا كنت عايز انجب حياتي. رديت عليه وقلت له: انا مش عايز حاجة، انا همشي خلاص، همشي. لكن تقريبا كده كان خلاص، كنت اتأخرت في الرد. بصلي وقال لي: لا، انت مش هتمشي دلوقتي، انت لازم تتحاسب على عمايلك. وفجأة يا ابني لقيت الأرض بتنزل بيا، بتنزل زي ما يكون نزلت في سابع أرض. وفجأة لقيت نفسي جوه قفص، أيوة قفص. لا يا ابني ده مش قفص، ده سجن. كنت جوه زنزانة وحواليا ناس كتير أشكالهم غريبة مرعبة. واللي أنا فهمته إلا أنا في محكمة، أيوة يا ابني محكمة الجن بيحاكموني على حاجة أنا مش عارف أنا عملت إيه، لكن كل ذنبي اللي أنا طمعت وخدت حاجة ما كنتش لازم أخدها. وفي المحكمة قالولي اللي أنا أذنبت ودخلت عالم مش عالمي، ودخلت وأذيت جن، لكن أنا ما أذيتش حد ولا شفت حد، لكن طمعي هو اللي عمل فيا كده. وحكموا عليا يا ابني، حكموا عليا اللي أنا هعيش حياة ملعونة، حياة عذاب، وكل ده هيخلص لما أجمع 1,000,000 نملة ذكر. أيوة يا ابني نملة ذكر، لازم أجمع 1,000,000. وفجأة لقيت نفسي في مكان غريب، معرفش في حد، مش فاكر حاجة. أيوة أنا عارف وفاكر إلا أنا كان عندي شغل وعندي مصانع، بس مش فاكر مكانه فين. عارف وفاكر إلا أنا عندي أولاد وزوجة، لكن حتى مش فاكر أساميهم ولا عارف مكانهم فين. حتى بيتي مش فاكر مكانه. عارف وفاكر إلا أنا عندي فلوس كتير، لكن ولا فاكر كم عددها ولا في أي بنك. كل اللي فاكره اسمي، وفاكر آخر حاجة حصلت لي، وعارف اللي أنا كل ده هفتكره وحياتي هترجع لي
لما أجمع المليون نملة ذكر. أنا الصراحة كل ده كنت قاعد ومنتبه جدا لكل كلمة بيقولها، وكان فضول واخدني أكتر وأكتر. أول سؤال جه في دماغي اللي أنا أسأله وسألته: طب يا عم طلعت، طب أنت بتعرف إن النملة الذكر إزاي؟ بصلي وعينه كانت حزينة وقال لي: أنا يا ابني بعرفهم من عينيهم. أنا أبص للنملة دي أعرفها ذكر ولا انتاية. أيوة، بس الموضوع ده ما كانش سهل عليا. في أول كام سنة أنا اتعذبت كتير عشان الجن بيحاسبني على النملة النتاية. أيوة، ولحد دلوقتي الجن عايزني أغلط وبيحطلي في وسط النمل النتاية عشان لازم يعذبني. ومع مرور الوقت نظري بقى بيروح مني، وبقيت دلوقتي صعب اللي أنا دلوقتي أحقق في عين النمل. الجن يا ابني مش عايزني ألم المليون نملة الذكر، عايزني أتعذب لحد ما أموت. عايز يفضل روحي ملعونة، عشان لو مت وروحي ملعونة هم هياخدوا روحي. أيوة يا ابني، عشان كده مصلحتهم اللي هم يحطوا للنمل النتاية ويطلعوا يعذبوني. أنا يا ابني بشوف عذاب محدش بيشوفه. الجن ده مش سهل، وقوانينه مش سهلة، وعذابه مش هقدر اوصفهولك. الجن بيطلع لي كل ليلة. ايوه، ودلوقتي انا بقيت اعرف خلاص الجن امتى بيطلع وامتى ما بيطلعش. في اللحظة دي انا خلاص، انا الرعب اتملك مني وبقيت قاعد، وفعلا كل شعرايا في جسمي بقت بترعش، وكل جسمي بقى بيترعش. انا ايه اللي خلاني اجي هنا؟ انا ايه اللي خلاني اساله ويحكي لي الحكايه دي؟ وبالرغم ده كله انا كان عندي فضول وعندي اسئله كتير وسالته: طب يا عم طلعت، انت دلوقتي بتعرف الجن ازاي؟ وبتعرف هو هيطلع امتى ومش هيطلع امتى ازاي؟ انت ممكن تقولي؟ قبل ما اقولك يا ابني لازم تعرف ولازم تفكر في كلامي وما تنساهوش، وبالأخص في الأول خالص كلمتين اللي أنا قلتهم لك. يا ابني أنا بعرف الجن من ريحته. أيوة، ريحته. انت شامم الريحة اللي انت شاممها دلوقتي؟ الله 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 الله، ايه يا عم الحاج، في ايه؟ ريحة ايه؟ انت بتخوفني ولا ايه؟ يا ابني انا مش بخوفك، لكن الريحة اللي انت شاممها دي ريحة الشياط ديت. ايوه، اللي انا شاممها معاك هي دي ريحة واحد منهم. في يا عم الحاج يا عم طلعت، واحد الله، لا 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 لا، احنا ما اتفقناش على كده. ما الشياط ده ممكن يكون طالع من اي حاجة، احنا في الشارع. ممكن برضو يا ابني، بس على العموم انا قلت لك. وعايز اقول لك حاجة تانية: الجن بيراقبني على طول وحواليا في كل مكان، وانا قاعد معاك دلوقتي انا عارف اللي انا متراقب. وتقريبا كده انا غلطت النهاردة ومعايا في العلبة نملة انتاية،
وهم أكيد دلوقتي جايين يعذبوني. بقولك إيه يا ابني، انت خد بعضك وامشي، عشان الجن لو لقاك معايا مش عارف ايه اللي هيحصل لك. هما اكيد هما شايفينك دلوقتي زي ما هم شايفيني. انت خد بعضك وامشي، ما تبصش وراك. ايوه، اهو، شايف يا ابني؟ شايف الدل اللي هناك ده؟ الله 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 الله. ايوه شايفه، ايوه شايفه. ايه يا عم طلعت، انت قصدك ايه؟ يا ابني انا مش بخوفك، قصدي خد بعضك وامشي وما تبصش وراك. انا قمت، قعدت اجري اجري اجري. وانا بجري حاسس ان في حد بيجري ورايا، حاسس ان في حد عايز يمسكني. قعدت اجري لحد ما وصلت لباب البيت، طلعت باب الشقة، قعدت اخبط. امي فتحت لي، دخلت على طول على الأوضة بتاعتي، فتحت النور، قعدت مش عارف اعمل ايه. امي دخلت عليا، لقيتني لقيتني في حالة توتر، حالة خوف، حالة قلق. قالت لي مالك يا ابني، مالك يا ابني، في ايه، في ايه؟ وحد الله، لا اله الا الله. حكت لها على كل حاجة، كل حاجة، ايوه كل حاجة. وفي اخر الكلام امي بصت لي وقالت لي يا ابني انت ما كنتش لازم تحكي، انت حكيت ليه؟ انا بصيت لها وما فهمتش كلامها، ما كنتش عارف هي بتقصد ايه. لكن بعد 5 سنين وانا بحكي لكم القصة دي، وانا دلوقتي قاعد بلم او بجمع النمل. ايوه، انا دلوقتي قاعد في الشارع بجمع 1,000,000 نملة ذكر، وكل اللي جمعته 100,000 بس. وكل واحد بيسمعني دلوقتي ياريت ياريت ما يحكيش القصة لحد. اسمعوا القصة بس، لكن ما تحكوهاش. يا عالم، الدور على مين؟